السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم وايامكم في كل حب وخير. معكم وائل دبش من قناه تي ار ماكس على اليوتيوب. اليوم سبت، معظم الناس معطله بحكم انه في تركيا الاشخاص المقيمين خارج تركيا مش عارفانين هالمعلومه. في تركيا سبت واحد او احيانا السبت نص يوم والاحد فل تعطيل عطله. انا بصراحه في العمل من الصبح لهلا، يعني تقريبا الساعه 8 9 لهلا. لحد الوقت في ناس كثير مش عارفه طبيعه عملي او مش عارفه الاشياء اللي انا بقدمها في تركيا. اسمي وائل دبش، مقيم في تركيا من عام 2011، بعمل في مجال العقار والتعهدات. ايضا في السياحه، عنا شركه خاصه بتطلع جولات سياحيه في تركيا. طيب شو هي الاشياء اللي بقوم فيها بالتحديد؟ هي موضوع العقارات، بيع وشراء اراضي، محلات، وايضا الشقق. ايضا تعهدات كامله للاراضي وللمحلات وللشقق. راح ناخذ لكم لمحه سريعه. هذا العقار كان موجود قبل تقريبا 4 اشهر، كان موجود على قناه اليوتيوب معروض للبيع. بفضل الله تم بيعه، قمنا في تعهده بشكل كامل. طبعا اللي شافه من قبل على اليوتيوب مش حيعرف انه هذا هو العقار، لانه تم اعاده صقله من جديد. السقف تم اعاده ترميمه من جديد، الصبغ من جديد. طبعا نحن عفسنا الدنيا شوي، لكن الامور طيبه الحمد لله. هنا سوينا طريق، هذا بعده راح يجي ان شاء الله حجر لتحت. هذا كان فيه هنا زي طوفه عشان تسند التربه، شلناها حتنحط الطوفه هنا، وراح تمسح هي كلها عشان تصير حديقه شتويه. عن هي الطوفة اللي شايفينها او هذا التراس كان بشكل نازل اكثر من هيك ومكسور، قعدنا خربه من جديد وبناء دوار جديد وصبية بيتون. عنا هناك كونتينر، في عنا هنا تكرموا حظيرة حيوانات. احنا الان في جبال الأولوداغ، ما شاء الله تبارك الرحمن، امطار غيوم لكن الجو لطيف جدا. في عنا هون حفار، هذا عم يحفر الارض، بينزل فيها تقريبا 80 سم للمتر لتحت، عشان نحن نعدلها كلها بطبقة وحدة وننزلها هيك لتحت، ويكون طريق معتدل، انه حيتلبس بعدها حجر، وبعدها حترفع طوفة من هنا للاخير، وعلى هالاساس راح تتعدل المزرعة ويكون في هنا حديقة شتوية. يعني هذا الموضوع باختصار شديد جدا، حبيت ادخل لكم هذا الموضوع، اخبركم بعد التفاصيل الصغيرة، وصبح عليكم. ايامكم طيبة سعيدة ومباركة، دمتم في امان الله.